الذهب الأصفر، الذهب الاقتصادي. تعرفوا معنا على ترين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كذا المتتبعين بخير، أحوالكم طيبة؟ كنتمنى هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله ينال إعجابكم، وخصوصا مع دخول فصل أو يعني قريب إن شاء الله فصل الشتاء، وغادي يكون ضروري يعني اللي خصها اللي عنده كميات كتير ديال الدجاج، راه تكاليف المعيشة ديالهم راه صعيبة شوية. نتوما عارفين المازوت ديالنا ملي تيغلى راه كلشي تيغلى. لهذا فإن جبنا لكم هاد الوجبة هادي الرخيصة للتعليف وللتسمين. أنا متنقولش لكم وجبة أساسية، غير هي مكمل، يعني كتعاون بها على الوقت مع دجاجك، حيت راه صعيب باش تبقى ديما تشري لهم التخليطة وتشري لهم الحبوب يعني ولا علف مركب، راه داكشي تيتقام شوية غالي. هادي كتعاون بها يعني بقايا خبز المنزل، والنخالة راه كاين اللي كتشيطلو من الدار ولا كتشريها راه مغالياش بزاف. وهاد الوجبة هادي كطاكي بها العلف ديال الدجاج ديالك باش يتقام لك الدجاج شوية نسبيا رخيص، يعني ما كيتقامش عليك مكلف بزاف. كياكلوها الكتاكيت، كياكلوها الدجاج الكبار، اي نوع ديال الدجاج كياكلها. اصلا الدجاج تبارك الله راه ما كيعيف والو، حتى بقايا خضار ولا بقايا فواكه المنزل شي حاجه بحال هكا راه حتى هي كتعطى. المهم الطريقه ديالنا هي كيف ما ديجا شاركناها في شحال من فيديو. هو انا بلاصه ما نفزق بالماء عادي كنفزق يعني كان هذا الخبز هذا كنرقدو في الماء، كنكون داير فيه شي اعشاب طبيعيه للدجاج. مثلا تقدر دير اي اعشبه بحال هكا صحيه. مثلا انا هذا الخبز هذا فاش رقدته في واحد الماء اللي غليته ودرت فيه شويه ديال عواد القرفه. ما عارفين عواد القرفه، وخصوصا فاش تيبدا يبرد الحال مفيدين للدجاج، تيلعبوا دور كبير في تعقيم الامعاء ديال الدجاج، وفي نفس الوقت تيسخنوا الدجاج خصوصا الدجاجه باش تقدر تعطي يكون عندها انتاج في البيض، والصحه صحيه راه مفيد لهم. درت عواد القرفه ودرت الحلبه حتى هي راه مفيده للدجاج ياكلوها هكاك، وفي نفس الوقت حتى لا غليتيها مع شويه الماء راه مفيده، كتولي مفيده اكثر. انا هذا الخبز هذا باش يولي مفيد اكثر هو النخاله، يعني درت هذيك الوصفه ديالي وغليتها بحال هكاك، درت فيها حتى شويه ديال عواد عرق السوس، يعني 3 ديال الاعشاب درتهم وغليتهم في الماء، ورقدت فيهم هذا الخبز هذا حتى ولا بحال هكا كيتفرتت، وخلطته مع النخاله. وانتم الوجبه قدامكم تبارك الله. الدجاج ديالنا هو تياكلها هنا دجاج بلدي خلط مع شي حاجه ديال الفيومي، وعاد عندي دجاج الفيومي عازلو بوحدو تا هو راه غنعطيو الوجبه ديالو. ممكن نتمنى تنال اعجابكم الولعه معنا. خصنا شويه د النيطواياج ضروري واساسي، خصوصا دابا قربت الشتا، نعاودو نقادو السقف نوجدو لفصل الشتاء ان شاء الله بحول الله. الله يجيبو عنا بخير وعلى خير، الله يحفظنا من الزلازل، والله الناس اللي ماتوا عندنا في الزنزان الله يواليهم برحمته، واللي تضرروا الله يشافيهم يا ربي، تكون معاهم يا ربي، وتكون معنا وتكون مع جميع المسلمين اجمعين. دابا غناخذوا الوجبه ديال دجاج الفيومي نديوها له، الذكر والاناث ديالو حيت عازلو هنا، ها هما نعطيوهم الوجبه ديالهم ان شاء الله بحول الله. يعني هادي كنديرها مره في السيمانه ولا 2 مرات بحال هكاك، كنطاكي بها شويه، حيت اغلبيه الايام الاخرين يعني حتى ما كنكونش مسالي داك الحبوب، كتجي كتعطيهم دغيا مسربي، ماشي بحال هذا خصك توجد وتغلي شي حاجه عاد تخلط، وعاد هذا الحبوب دغيا كتقبلهم في بلاصه ديال الماكله وكتنوض نايض. يا سبحان الله، ذكرتي هاد الشي حبه وتيبقى يعيط بحال شي دجاجه كتوكل وليداتها. سبحان الله، انت شوف التصرفات ديالو اللي كيدير، تيهز شي حاجه وتيحطها في الارض تيبقى يعيط لشي وحده باش تاكلها من عنده. مع الاسف يا وليدي ما تسوقوش ليك. هذا هو داك الفيومي ديالنا مع النتيوات ديالو، الدجاجات ديالو. نتمنى ان شاء الله نزيدو دجاج الفيومي الذهبي،
هذا الفضي إن شاء الله نزيدو الذهبي ونزيدو دجاج نزيدو شي حاجة من سلالة البراهمة إن شاء الله بحول الله، إما غنجيبها بيض ونفقصها عندي ولا غنشريهم شي كوبلة كبيرة نبداو ننتجو منها إن شاء الله بحول الله. هانتوما هادي الوجبة ديال الكتاكيت ديالنا هما عطيناهم تا هما ياكلو. الكتاكيت عندي هادو دايرين بحال الغراب مع العلم أنهم ملقحين من دجاج الفيومي. هاد المشكل هذا اللي وقع ليا طلع ليا هادشي هذا بحال هكا مفهمتش سبحان الله العظيم. دابا علاه عزلت الفيومي بوحدو باش نبقى ناخد البيض ديالي باش نبقى نفقس الكتاكيت ديال الفيومي يعني ديالي عندي في الفقاصة عادية. نبارطاجي معكم الفيديو ديالها. كنتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو وكاع الفيديوهات اللي جايين الفيديوهات اللي فاتوا. مرحبا بكم في قناتكم دجاجكم فوق السطح. ليتس جو جود باي إلى اللقاء.